الهجوم كان الكل مستعد. المسلمين كانوا بيكبروا وبيدعوا بالنصر أو الشهادة، والمسيحيين جوه الكنائس كانوا بيصلوا صلواتهم الأخيرة من كتر اليأس. وفي فجر يوم 29 مايو عام 1453 بدأ الهجوم الشامل. المعركة كانت طاحنة جدا. القوات العثمانية كانت بتهاجم بموجات متتالية لغاية ما قدروا يستغلوا الثغرات اللي عملتها المدافع. محمد الفاتح حس إن المدينة بقت ضعيفة ومستعدة للسقوط، وجمع قادة الجيش والعلماء بتوعه وخدوا قرار بشن هجوم شامل وكاسح على كل الجبهات في يوم واحد، لغاية ما حصلت اللحظة الحاسمة لما قائد البيزنطيين الكبير اتصاب، وده عمل دربكة جوه صفوف المدافعين. ومجموعة من الجنود العثمانيين الشجعان قدروا يتسلقوا حتة من السور ويدخلوا المدينة، ورفعوا العلم العثماني فوق الأبراج. وبعد سقوط المدينة بقى، السلطان محمد الفاتح دخل المدينة، بس ما دخلش كطاغية أو مدمر. أول حاجة عملها طمن أهل المدينة كلهم، وقال لهم إنهم أمنين على حياتهم وأموالهم وكنائسهم. وبعد كده راح لكنيسة آيا صوفيا وصلى فيها أول صلاة جمعة بعد تحويلها طبعا لمسجد. باختصار كده، بعد الحصار المدينة سقطت عسكريا، ومحمد الفاتح أثبت إن مفيش حد يقدر عليه، وإن هو مش بس قائد عسكري فذ، لأ، ده كمان حاكم عادل ورحيم في تعامله مع الناس اللي اتهزمت، وحقق البشارة النبوية التاريخية. بعد ما السلطان محمد الفاتح فتح القسطنطينية اللي سماها بعد كده اسطنبول، عمل العديد من الأعمال المهمة لتأسيسها كعاصمة جديدة للدولة العثمانية، زي مثلا نقل العاصمة إلى اسطنبول مباشرة بعد الفتح، وعمل على إعادة بناء وتعمير المدينة اللي تضررت خلال الحصار، زي مثلا بناء مساجد كبرى زي تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، والقصور زي قصر توب كابي، ومستشفيات والأسواق. برضه إن هو شجع على استيطان المدينة بجلب سكان من مختلف أنحاء الإمبراطورية، وحط قوانين وأنظمة جديدة للدولة لتنظيم الإدارة والجيش، وده اللي أدى لزيادة قوة الدولة وتماسكها. وموقفش لحد هنا، عمل على السيطرة الكاملة على البحر الأسود لتعزيز النفوذ التجارية والعسكرية للدولة، وبرضه عمل حملات عسكرية في منطقة البلقان زي دول صربيا والبوسنة والهرسك، وضم معظمها إلى الدولة العثمانية، ووصلت فتوحاته إلى إيطاليا. لكن وفاته حالت دون ذلك. السلطان محمد الفاتح ما كانش مجرد قائد عسكري، ده كان محب للعلم والثقافة وبيتحدث لغات عديدة. أنه شجع العلماء والفنانين على القدوم إلى اسطنبول، وأسس المدارس والجامعات لنشر العلم والمعرفة. وكان السلطان بيستعد لحملة عسكرية كبيرة متوجهة لإيطاليا وروما. في بداية الرحلة حس بمرض مفاجئ وآلام في المعدة والقولون، وتدهورت صحته بسرعة كبيرة، وللأسف بعد أيام قليلة جدا مات السلطان وهو عنده 49 سنة. كان في شكوك حول طبيبه يعقوب باشا بأن هو حطله السم في الأكل أو في الدواء. وبعد وفاة السلطان الحرس مسكوا يعقوب باشا وقتلوه فورا، وده اللي زود الشكوك. الوفاة لم تكن طبيعية. وقبل ما يموت السلطان الفاتح قال لابنه بايزيد الثاني: ها أنا ذا أموت، ولكني غير آسف لأني تارك خلف مثلك، كن عادلا صالحا رحيما، واعمل على نشر الدين الإسلامي، فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض.